حياكم الله بالفقرة الليلية، فقرة الاستكنان، فقرة الفضفضة. عندي لكم قصة وموضوع على كيفك. هذا شخص يقول: كنت شغال عند أحد الأسر المالكة في دول الخليج، فكلفوني بمهمة وبعمل. المهمة هي أن في نساء من الأسرة يبغون يحجن، فكلفوني أنا بترتيب الأوضاع وترتيب الحج، وأن أكون معاهن وأكون أنا المسؤول عنهن. يقول: لما كلفوني هذه المهمة وأنا لي 6 شهور تقريبا أتعب وأرتب وأنسق، ولا هدف حتى أنال رضاهم وثقتهم. دخل الحج وأنا مرتب الأمور وماشي الأمور زي الحلاوة وزي العسل. قضينا بعض المناسك، بقى علينا رمي الجمار، ومن مناسك الحج رمي الجمار. رمينا اليوم الأول، يقول اليوم الثاني وحنا رايحين أنا والحريم اللي معاي حتى نرمي الجمار، كان الجو مغيم. فجأة نزل المطر، ونزل المطر بغزارة حتى صانت الأرض، فاضطرب الناس، اللي رايح واللي جاي واللي يشرد واللي طاح واللي يدعسونه، فصارت فوضى. يقول: ما أدري شو أسوي، الناس فوق بعض ما تقدر تتصرف. يقول: أخذت اللي معاي ثم طلعنا أقرب جبل، إلا الجبل كل الناس فيه، الجبل مليان شوي، وأنا أتلفت وألقى سوداني حاط شراع فوقه، حاط كرامة حديانة وجالس الحال. فجيت له قلت: يا زول، تسمح اني اجلس مكانك؟ يقول: نفر علي، كيف هذا مكاني؟ كيف تجلس مكاني؟ يقول: طردني. فهاشني: كيف مكان؟ كيف تجلس مكاني؟ فقلت: يا زول ترى معي حريم. يقول: والله لما قلت له هالكلمة قام لم غرابه ومشى. فجلسنا الحريم في هذا المكان، مكان امان ومطمئن ومرتفع عن السيل. فقال لنا الحريم: روح اكرم السوداني، اعطه فلوس، اعطه اللي يبي. يقول: ونزلت والمطر والزحمة وناديه: يا زول يا زول. التفت لي: نعم. واعطيه مبلغ من المال. الزول تفاجأ، قال: ايش هذا؟ فقلت له: هذا يا زول مكافأة لأنك بديتنا عن نفسك، يعني أنك تركت المكان عشاننا. طالع فيني زعل، قال: أقول روح روح، كرشني. يقول له: رجعت مرة ثانية للحريم، فقال: ها أخذ المبلغ؟ قلت له: والله ما أخذه. قال: انزل مرة ثانية وخذ عنوانه، خذ شيء حتى نكرمه، هذا يستاهل الكرم. يقول: والله وانزل مرة ثانية والزحمة والمطر وناديه: يا زول زول. التفت لي: يعني ايش تبي انت؟ قال: بعنوانك ولا شيء. قال له: ايش تبي بعنوانك؟ يقول: فقلت للزول: ترى معاي بنات آل فلان، فإذا رجعن يعني بيرسل لك هدايا، بيكرمنك وكذا. رد، يقول علي رد مزلزل. يقول: رد علي بآية: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا جوابه. يقول: قال لي الآية ومشى. الآية هذه زلزلت حياتي وكياني وغيرت مفاهيمي وغيرت حياتي كلها. يقول: وأنا راجع أقول لنفسي: يا الله، أنا لي أكثر من 6 شهور وقاعد أسعى الرضا بشر، وهذا هم رضا الله، وهذا الرجل باين عليه الحاجة والفقر، ولو أخذ شيء ما راح أحد يواخذه ولا يحاسبه الله، لكن جعل همه الأول والأخير رضا الله والاستعداد الآخرة.